في شي ما حدا بيعلمنا إياه بالحياة وما حدا علمنا إياه من قبل، فبنتعلمه لحالنا من تجاربنا ومن ظروفنا بعد ما بنتعب وبنعرف إنه عن جد نحن كبرنا وتعلمنا إني مو كل مشكلة مع الناس لازم تقلب لمعركة، ومو كل كلمة لازم تنقال، ومو كل شخص بيستاهل يعرف حقيقتك. فخلي أفعالك تحكي عنك وخلي قلبك مرتاح ومطمن، وإذا اضطريتي إنك تسكتي اسكتي وانتي واثقة انك اخترتي نفسك بهذا السكوت. وبعد ما تجربي ترضي الكل اصلا، في ناس مهما حكيتي معها رح تسمع وتفسر يلي براسها، ومهما فسرت رح تفسر على ذوقها. وهون بتجي الحكمة الحقيقية، انك تختاري راحتك رغم كل المشاكل والصعوبات، مو تختاري صورتك بعين غيرك. فالصمت والسكوت مو ضعف، السكوت احيانا اعلى درجات القوة. انك تعرفي وتفهمي وتسكتي مو لانك عاجزة انك تردي عليهم باي مشكلة، بل لانك انتي ما عاد بدك تضيعي وقتك، بس لانك انتي مو مضطرة تشرحي حالك لكل الناس، مو مضطرة تبرري اختياراتك ولا تفسري سكوتك اصلا، ولا تثبتي انك شخصية منيحة من الاساس. لانه بالنهاية اهم شي مو انك تكوني مفهومة من الكل، اهم شي انك تكوني صادقة مع حالك وتفهمي حالك.